حسام، احنا الفترة الجاية ان شاء الله كل سنة وحضرتك طيب بقى، ده يعني داخلين على رمضان. كنا عايزين نعرف مريض السكر بيتعامل ازاي في رمضان، وهل ازاي بيبدأ يستعد للشهر الكريم. وبرضه عايزين نعرف برضه رجال الدين بقى بيرجعوا يقولوا طب انا هصوم، وفي ناس بتاخد الموضوع بقى ان هو لا هو لازم اصوم وبتاع، في حين ان ممكن الصيام يضره او يكون ينفعه. مش يعني عايزين نعرف برضه الصيام امتى يكون ضار وامتى يكون ينفع مريض السكر بالذات. السؤال ده مهم جدا بصراحة يا دكتور أحمد، وجاي في وقته بصراحة. لأن تمام. إحنا رمضان إن شاء الله السنة دي هيبقى 1/3 يعني، أو تمام. في الحدود دي في شهر 3. يعني قدامنا حوالي 4 شهور إلا حاجة بسيطة كده. تمام. المفروض هي مشكلتنا إحنا دايما في مصر إن إحنا مرضى السكر يجوا يظبطوا السكر قبل رمضان بيومين 3 أسبوع. أنا عايز أظبط السكر بتاعي. هو طبعا ظبط السكر ده بياخد وقت، على الأقل 3 شهور لو هو مش متابع يعني ومظبط سكره مظبوط، على الأقل بياخد 3 شهور عشان يتظبط. تمام. فهو المفروض انه بيزور دكتور السكر بتاعه قبل رمضان ب3 شهور عشان يبقى عنده الوقت ان هو يتحرك فيه، الوقت هيزود الكافي. دواء، يشيل دواء، يزود جرعه، فيبقى عنده الوقت الكافي ان هو يوصل اول وقت رمضان السكر مظبوط. تمام. فهو المفروض ان احنا خلال الشهر ده او على اخر الشهر او اول الشهر الجاي نبتدي نروح للدكتور. كل مريض سكر بيروح للدكتور اللي بيتابع معاه، بحيث ان هو محتاج تحليل، محتاج تقييم، فيقدر يعني على رمضان ان شاء الله يكون السكر مظبوط. تمام. النقطة التانية إن مين هيصوم ومين مش هيصوم، طبعا ده سؤال حيوي. هو دي آية في القرآن طبعا إن مش كل الناس هتقدر تصوم. هو ربنا مدينا عذر الناس اللي ان على الله صيام يحب أو ان على ترخص، سفر. لو في رخصة معينة إنه تاخدها على صيام أو سفر إن هو معاه رخصة إن هو يعني يصوم أو يفطر، او يفطر على بالظبط. حسب يعني الحالة بتاعت المريض. الحته دي حتى هم رجال الدين لو رحت سالت شيخ مثلا قول له انا تعبان مثلا وعايز اصوم او انا افطر، هو ما اقول لك انا ما اعرفش، انت هترجع ارجع للدكتور للدكتور بتاعك. بتاعك. اه. فطب مين هيصوم ومين مش هيصوم؟ هديك مثالين. مثلا واحد وظائف الكلى بتاعته عاليه تمام. وجاي لي وظائف الكلى عاليه، تمام. فانت وظائف الكلى دي معتمد العلاج الاساسي بتاعك هو ان انت يبقى عندك سوائل وميه كويس في جسمك. صح. طب انت هتصوم يبقى انت طبعا هتاثر على وظائف الكلى بتاعتك، والاصل في الصيام ان انت تصوم بامان، بامان. صح. مش ان انت تصوم وتطلع بعد كده تغسل كلى. صح. مظبوط. مثال تاني، واحد كان لسه عنده جلطه في القلب وطلع من العنايه وجه رمضان بعدها ب3 4 ايام ولا اسبوع. طب ما انت الصيام ده بيعمل جفاف في الجسم، صح. الدوره الدمويه بتاعتك بتقل، يبقى انت معرض جدا يجي لك جلطه جلطة ثانيه تاني وثالثه. تحصل. طب انت ممكن صح. تروح فيها. صح. يبقى انت الصيام هنا مش بامان. فانت في مش كل الناس طبعا تنفع تصوم ومش كل الناس تفطر، يعني في ناس هنقول لها تصوم واحنا في امان مفيش مشكله. يعني حضرتك عايز تقول ان لازم المريض يلتزم بقرار الدكتور. بالظبط. الموضوع ما فيهوش عند او بالظبط. في ان هو طبعا انا لازم اصوم عشان ده فرض ربنا. طيب بس ربنا قال لك لو تعبان ما تصومش. بالظبط، لان هو انت هتصوم وانت عندك خطر ان انت الصيام ده فيه خطر، ده خطر على حياتك، وانت يعني مش بدل ما تاخد اجر عليه هتاخد ذنب عليه. صح. مظبوط. فالصيام والفطار ده، وحتى احنا زمان كنا يعني السؤال ده كان بيجي لي مثلا صعب اقول لهم انا اصوم ولا افطر. فدلوقتي العالم كله اتجمع وعملنا خطوط ارشاديه كل حاجه بدرجه، يعني حسب المريض بعض الاسئله وبعض التحاليل. طب انت السكر التراكمي بتاعك كذا، وظائف الكلى بتاعتك كذا، انت صمت قبل كده ولا لا، سنك كام سنه، العلاج بتاخد انسولين، اقراص، نوع الاقراص ايه، ناخد في الاخر درجه، ده خد 3 درجات، ده 4 درجات، ده 5 درجات. في الاخر بنقدر بالدرجات دي اقول له لا انت ممنوع تصوم خالص، انت تمام. لا ممكن تصوم بس هنخلي بالنا من كذا، بحذر انت معين. ممكن تصوم بامان مفيش مشكله. تمام. وده هيبقى اي دكتور هيقول له نفس الكلام، مش هيبقى راي شخصي لكل واحد. تمام. تمام يا دكتور.